السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. الجزائر ضد نيجيريا، ربع نهائي كأس إفريقيا، مواجهة كيحاولوا يبيعوها لينا على أساس راه واحد القمة نارية. إنما السؤال الحقيقي، واش الجزائر فعلا قد هاد القمة النارية؟ الإعلام الجزائري داير حالة طوارئ هاد اليومين. حنا درنا 4 انتصارات، مشوار مثالي، حنا هما ثعالب الصحراء، والثعلب راه رمز لواحد ما نعرف، الله اعلم. شوفوا نتوما، حنا السبوعه اش من تعالي برجعات، ما علينا. الجزائر المرعبه، ولكن ملي كتقشر شي شويه كتلقى بزاف ديال النفيخ، داك الهواء كيخرج وقليل ديال الواقع. الجزائر داخله وهي فرحانه حيت ربحات اخر 4 ماتشات. الماتش ضد نيجيريا راه ما ساهلش، ولكن واش هادشي كيعني شي حاجه في ماتش اقصائي، ولا غير ذكريات واقفين عليها حيت الحاضر مخوف بالنسبه ليهم؟ قبل ما ندخلوا في التحاليل ديال هذا اللقاء هذا، نشوفوا التحليل ديال واحد القطيوط. وهذا القط هذا راه ماشي هو اللي طلع فوق كتف الامام ملي كان تيصلي، هذا راه بن عمو. نشوفوا بن عمو شنو توقع الماتش الجزائر ونيجيريا. في هذه المواجهه زاد هذا التشويق اكثر بعد ما دخل هذا القطيوط الشهير سميتو نيمبيس برونوس. نيمبيس برونوس اللي ولا حديث مواقع التواصل، غادي يمشي ويختار الفرقه الفائزه. شكون الفرقه اللي غادي تفوز، واش نيجيريا او لا الجزائر؟ صافي كلام من الطبق النيجيري، وبسبب التوقعات ديالو الدقيقه الفريق اللي تختارو دائما تيربح. هاد النيمبيس اللي تحول من مجرد قط الى محلل غير رسمي، توقع في مباراة ربع النهائي اللي غادي تلعب نهار السبت في مراكش خسارة المنتخب الجزائري وتأهل نيجيريا. وهذا التوقع راه فجر واحد النقاش واسع بين المتابعين. دابا كاين اللي شافها غير واحد اللعبة ترفيهية وضحك، وكاين اللي اعتبرها راه واحد الإشارة رمزية بأن الكفة غادا تميل للنسور الخضر ماشي لثعالب الصحراء، خصوصا مع المعطيات التقنية بحال الجاهزية البدنية والهدوء اللي كتدخل به نيجيريا لهذه المباراة، مقابل الضغط الكبير اللي كيعاني منه المنتخب الجزائري. انما راه كاين قط كيتوقع وميدان كيحسم، وحنايا غادي نتفرجوا اليوم مجموعين ونشوفوا شكون اللي غيحسم اللقاء. قولوا لي في الكومونتير شكون غيحسم اللقاء، واش الثعالب ولا النيجيريين؟ دابا خلينا نكونوا واضحين، الجزائر ماشي شي فرقه اللي ضعيفه، ولكن ماشي ذاك المستوى العملاق اللي كيروجوا ليه. ربحوا 4 الماتشات حنا عارفينها، ولكن ضد شكون؟ تأهلوا للربع النهائي بواحد الهدف قاتل ضد الكونغو، وفي آخر الثواني في الماتش وبزز. فين هو المشوار المثالي؟ إلا كنتي محتاج الحظ في ثمن النهائي، منتخب كبير كيكسر الماتش بكري في الدقائق الأولى ولا في نصف المقابلة، ما كيتسناش حتى الدقيقة 119 باش عاد يفرح ويفرح الجمهور ديالو. كاينه نقطة مهمة بزاف، مراكش راه ماشي هي الرباط. تغيير الملعب، تغيير الأجواء، تغيير الضغط. وتاريخيا الجزائر كطيح بزاف في الأدوار الإقصائية، 4 إقصاءات في آخر 6 مشاركات. هادشي راه ماشي بالصدفة. أما نيجيريا كتحل بواحد الهدوء، داخلين بصمت، بلا ضجيج، بلا نحن الأفضل، بلا نحن الثعالب، واخا هما راهم نسور كيطيروا كيحلقوا في العلالي. 4 انتصارات، 12 هدف، واكتساح الموزمبيق بلا رحمة. منتخب عارف شنو باغي، وعنده تجربة ديال 16 نصف نهائي. والناس اللي كيقولوا نيجيريا كتخسر ديما في ربع النهائي، راه حتى الجزائر كتخسر. الفرق هو ان نيجيريا كتدخل باش تربح، انما الجزائر كتدخل باش تثبت شي حاجة. فتصريحات بيتكوفيتش كلام مدرب ذكي، ولكن فيه واحد الاعتراف خطير. شنو تيقول؟ سنلعب بشراسة أمام منتخب مرشح مثل نيجيريا. يعني باختصار الجزائر داخلة باش تحارب كيف ما تيقولوا، نيجيريا داخلة باش تلعب في الكرة اللي كيلعب غالبا كيربح. نيجيريا الصفوف ديالها متكاملة، الضغط أقل، وكتحلم بلقب واقعي منذ 2013. أما الجزائر عندها ضغط جماهيري كبير، الإعلام ديالها كيدير نفيلاتات كثيرة، وكل ماتش خاصو يكون رسالة، واللي كيبني المنتخب على الرسائل غالبا كيسقط في الميدان.
وكاين واحد النقطة اللي خصنا نوقفوا عليها مزيان: التسيير الذهني ديال الماتش. الجزائر في هذه البطولة كتبان بأنها فريق قوي ملي كتكون هي اللي مسيطرة نفسيا، ولكن أول ما كيتعقد السيناريو كتولي فريق متسرع، كترمي الكرة بلا خطة، كتعتمد بزاف على رد الفعل ماشي الفعل. وهنا بالضبط نيجيريا كتضرب. نيجيريا منتخب كيعرف كيفاش يطول الماتش بلا ما يتقلق، كيسحب الخصم خطوة بخطوة، كيضرب في التوقيت اللي كيبان فيه العيا والارتباك، عنده أطراف سريعة، الوسط الميدان ديالو متوازن، والدفاع ما كيطلعش بلا حساب. زيد عليها الجزائر كتضيع بزاف ديال الفرص ملي كتلقى الخصم منظم. ماشي مشكل تقني، ماشي مشكل صبر، ولكن الماتشات الإقصائية راه ما كتربحش بالعصبية. من جهة أخرى نيجيريا ما محتاجاش تربح بثلاثة ولا بربعة، راه هدف واحد كافي، ويدير واحد الضغط محسوب ويسد المنافذ وكفى. فلهذا إلا بقات الجزائر كتجري ورا النتيجة وإلا تسنات ضربة حظ بحال الماتش اللي فات، راه نيجيريا غادي تعاقبها بلا استعجال وبلا ضجيج. وانا كنظن غالبا فراه الماتش غادي يتحسم تكتيكيا في وسط الميدان وفي الاطراف. الجزائر غالبا غادي تدخل بخطه ديال 3-3-4، ولكن المشكل ماشي في الخطه، المشكل في التنفيذ. الاظهره كيطلعوا بزاف، كيخليو مساحات وراهم، وهذا الشيء راه خطير بزاف قدام المنتخب بحال منتخب نيجيريا اللي كيعرف يستغل الاطراف بالسرعه والتحولات ديالو. نيجيريا من جهتها كتفضل تلعب ب 4-2-3-1 بخط وسط مزدوج كيكسر اللاعب وكيقطع الايقاع، ومن بعد الانطلاق بالسرعه في الهجوم المرتد. يعني باختصار الجزائر كتطلع باش تضغط، نيجيريا كتسنى باش تضرب. وسط الميدان الجزائر كتفقد التوازن ملي كتسرع اللاعب، كاين تمريرات طوليه بلا عنوان، محاولات فرديه بزاف، وهذا الشيء راه كيخدم نيجيريا اكثر ما غادي يخدم الجزائر، حيث النسور الخضر كيحسبوا العمق وكيجبدوا الجزائر للاطراف، ومن ثم كيبدا الخطر. نقطه مهمه اخرى: الدفاع الجزائري ما كيعجبوش الضغط العالي المتواصل، فإلا فقدوا التركيز ثانيه وحده نيجيريا قادره دير الفارق، خصوصا الدقائق 60 حتى ل 75 فين العياء كيبان. ومن جهه نيجيريا ما غاديش يغامروا بكثره في البدايه، غادي يخليو الكره للجزائر، ولكن السيطره ماشي هي الخطوره، الخطوره هي شنو كدير بالكره. وهنا الجزائر كطيح في الفخ. سيناريو واحد اللي غيوقع: الجزائر تضغط وتبحث عن هدف بكري، نيجيريا تصبر، تكسر اللعب وتضرب واحد المرتد واحد، ومن بعد تسكير الماتش بذكاء. سد عليا تكتيكيا، الا بقات الجزائر كتجري ورا الايقاع وما عرفتش تغير الخطه في وسط الماتش، راه نيجيريا عندها افضليه واضحه بلا ما تحتاج تستعرض. اللاعب الاستعراضي اليوم ما نافعش. في الاخير الاخوان، الماتش ممكن يكون متقارب، ولكن الحقيقه واضحه: نيجيريا عندها مشروع، الجزائر عندها روايه، والكره كتربح بالمشروع ماشي بالروايه. الا ربحت الجزائر نباركوا ليها، ولكن الا طاحت راه ما طاحتش بالصدفه، طاحت حيت تيقات الهضره ديالها. وانتم عفاكم قولوا لي في التعليق واش كتشوفوا النفيخ عادي يتحول لنتيجه، او لا نيجيريا جايه تطفي الضوء؟ كيف غادي يدوز الماتش؟ شكون غادي يحسم اللقاء؟ نخليكم هذا المقتطف هذا وتهلاو لي في راسكم. السلام عليكم. والحاجه قالت لكم في خاطر كاع القواصه. السلام عليكم احبائي. ديما مغرب.